يعجبني أشخاص سلاحهم العقل وليس اللسان، وضربتهم القاضية الصمت وليس كثرة الكلام. ارفع كلماتك ولا ترفع صوتك، فالمطر هو الذي ينبت الورد وليس الرعد. ليس عليك إسعاد كل الناس، ولكن عليك أن لا تؤذي أحدا من الناس. واعلم أن التسامح هو أكبر مراتب القوة، وإياك أن تدخل. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. كانت باينه تكمل كيما هاك، وقالوا لنا في الطاس، قالوا لنا ديو حكايتكم وديو دوسيكم وروحوا تروحوا، لاننا قال لك رانا تفرجنا وشفنا المطار بلي شديدوا التريكويات ديال نهضه بركان في المطار، ما نزيدوش عاد نحكموا، غير هذه كافيه. قال لك رفد حكايتك وروح، لانه علاش حنا وصلنا راسنا لهذا الشيء هذا، مشينا بغينا نبانوا. درك واش غادي نديروا؟ واش نوليو عند عمي القجع نقولوا له عمي القجع اسمح لنا، ولا كي راه غادي يعني واش القجع درك راه يحكم في سويسرا؟ الناس راه هبلت البارح في قناه الهداف، قال لك واحد يستنى غير القجع فوقاش يخرج ويقول غادي نشوفوا القجع يمشي ونشوف. يا ودي روحوا تروحوا. واحد قال لهم الماتش يتعاود، الماتش يدير، الماتش الماتش يتعاود. ها الطاس قالت لك روح دي حكايتك خويا السيكتور. عايش نهار تسمع اخبار غريبه، رانا اول دوله نعتقلوا قميص نتاع كره قدم. حاب نعرف واش درتوا للقميص استنطاق؟ حضرات ياك برك نقولوا رانا طرف محايد، دوكا رانا نبانوا للعالم اننا العقل المدبر. ليس عدلا اللعب بخريطة المغرب، يمكن أن يصيب اللاعبين نتاعنا اكتئاب حاد ويتشتت التركيز نتاعهم. يا خلا دار شركم قلتوا لي بركان ما راحش يجيو للصطاد وراح يخافوا. اصدقنا يا جدك، احنا اللي رانا خايفين وما جيناش يا محاينكم. حبسناهم في المطار بصح لم تفلح الخطة، عدهم الصبر. دوماج خسرنا ب3-0. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العاجل. كشفت مصادر موثوقة لقناة الجزائر تيوب الإلكترونية أن محكمة التحكيم الدولية الرياضية التاس لم تفصل بعد في قضية اتحاد الجزائر ونهضة بركان، أين كشفت ذات المصادر أن محكمة التحكيم الدولية الرياضية التاس راسلت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف وطالبتها بتقديم توضيحات خلال 48 ساعة القادمة، وهذا حول قراراتها التي اتخذتها بخصوص مباراتي الذهاب والإياب لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان. هذا وتم نشر أخبار مغلوطة في الإعلام المغربي يؤكد أن القضية تم الفصل فيها، وهذا لا أساس له من الصحة. لطالما تفاوضوا مع جبهة البوليزاريو ويعترفون بوجود شيء اسمه جبهة البوليزاريو، وكانت مفاوضات ماراثونية بينهما، وممثل البوليزاريو موجود في الأمم المتحدة، وقضية الصحراء الغربية مطروحة لدى اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار في الأمم المتحدة وليس في الجزائر أو في البرلمان الجزائري. موجودة القضية الصحراوية في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة في مجلس الأمن في الأمم المتحدة، وموضوع في قسم تصفية الاستعمار. يعني بقى الشغل عامل ايه؟ الحشيش تمام؟ ايوه زي الفل يا سيدي. في ظرف أسبوع فقط أشهر خريطة في العالم، وأشهر فريق في العالم، وأشهر أتاي في العالم، وأكلخ سلطات في العالم، مع أتاي الدحميس 6 نقاط بلد كرفيس، وخلي بنادم يتمرمد في الغيس.